بتبدأ الأحداث سخنة سنة 1942 في فترة الحرب العالمية الثانية، ومن داخل قرية تبع روسيا ومعرضة في أي وقت لخطر الهجوم من الألمان واللي بيقودهم اللي هربانة منه هتلر. علشان كده بيحمي الروس نفسهم بشوية جنود على أمل إنهم يسدوا قدام جنود هتلر لو طلبت معاهم ضرب نار. القرية دي كانت مختلفة شويتين عن غيرها، مش بس علشان الوضع فيها هادي لحد دلوقتي، لا علشان مليانة بنات حلوين، وده اللي مخلي الجنود الروس آخر انبساط هناك، ونفسهم الحرب تفضل شغالة لحد يوم القيامة، وهو حد يلاقي دلع وما يتدلعش. المشكلة إن الوضع زاد عن حده لدرجة إن الجنود بقوا بيتخانقوا على بنات القرية عيني عينك كده، وده اللي خلى مسؤول الجيش المهم فاسكوف ياخد القرار الصعب بالتخلي عن الجنود دول واستبدالهم بكتيبة جديدة نوفي. لكن المفاجأة اللي متوقعهاش عم فاسكوف إن الكتيبة الجديدة اللي هتوصل هتكون كلها ستات، علشان يضمن المسؤولين كده إن مش هيحصل أي مشاكل تاني، أو ده يمكن اللي توقعوه. وبتوصل الكتيبة بقيادة الأخت كيريانكوفا، وبيستقبلهم فاسكوف وهو مش مصدق نفسه، لكن هيعمل إيه حكم القوي. ومن ضمن الكتيبة بنشوف الأخت ليزا، ودي بقى أول ما وصلت وعينيها وقعت على فاسكوف قلبها دق 3 دقات. والحقيقة إن البنت ما بتصدق تتعلق بحد بسبب الحياة الصعبة اللي عاشتها، واللي اتخلى فيها عنها رجالة كتير، واللي هي شخصيا ياما انتقلت فيها من بلد لبلد ومن مدينة لمدينة. علشان كده لما بتشوف راجل محل ثقة بتقع في حب وقتي، زي زمان كده لما حبت صديق والدها واللي متجاوبش معاها لأن سنها كان صغير. المهم إن معسكر البنات ده كان فيه كمان جندية تانية اسمها ريتا، ودي استنت لحد لما الليل ليل والكل راح في سابع نومة علشان تتسحب وتروح قرية قريبة منهم وتزور ابنها الصغير اللي كان وحشها. أما فاسكوف فكان محتار يعمل إيه مع فرقة البنات دي، فكان بيشد عليهم لأنه حاسس إنهم مش مستعدين خالص لاحتمالية الغزو الألماني اللي ممكن يحصل في أي وقت. وكل لما كان بيبص لهم كان بيحس بصعوبة الوضع اللي هو فيه، وده بيخليه يفتكر الحروب اللي شارك فيها واللي اتصاب في واحد منهم إصابة خطيرة انتقل بسببها المستشفى ولقت فيها شوية حلوين. وساعتها اكتشف إن مراته ما صانتش العيش والملح وخانته مع حد من المسؤولين في الجيش، ويمكن ده يكون شوية قفله من صنف الحريم كله. وبيفوق فاسكوف من ذكرياته دي كلها على جرس الإنذار، واللي معناه إن المعسكر بتاعه بيتعرض لهجوم، وفعلا بيتابع لكل طيارة ألمانية وهي بتضرب عليهم نار. ورغم إن الجنديات بيواجهوها بشجاعة إلا إنها بتصيب شوية منهم، لحد ما ريتا اسم النبي حارسها وصينها بتنشن عليها كويس وبتدشمل الطيارة خالص. وكمان بدل ما تصبر على الطيارة اللي نط منها بالباراشوت علشان ياخدوه أسير عندهم زي المعتاد، بتقرر تخالف القواعد وتضرب عليه نار هو كمان وهو لسه في الجو. وطبعا ده بيضايق فاسكوف منها، لكن هي مش بيهمها من كتر كرهها في الألمان. وهنا بنعرف إن ريتا كانت في يوم من الأيام زوجة سعيدة عايشة على الحدود في هدوء مع جوزها ضابط الجيش، لحد ما جه يوم آخر صيف سنة 1941 وهبت من الألمان وقرروا يهاجموا المنطقة الحدودية دي. فطبعا هربت ريتا لوحدها مع طفلها بعد ما قرر جوزها الضابط الشجاع يضحي بنفسه ويواجه الألمان. وده بيفهمنا سبب كره ريتا للألمان. وبنرجع تاني لمعسكر البنات وبنشوف مسؤول مهم في الجيش جاي يتابع الوضع. في الأول بيشكر ريتا على اللي عملته امبارح، لكن بعد كده بيطلب منها تزود الانضباط في المعسكر بما إنها من أهم الجنديات، واللي من ضمنهم الجندية جاليا والجندية سونيا وجندية تالتة اسمها زينيا، ودي بقى جندية الصبح وعشيقة المسؤول مهم في الجيش بالليل، وده على أمل إنها تحمي نفسها من أي غدر بعد ما اتغدت بأفراد عيلتها قصاد عينيها قبل كده. المهم إن فاسكوف بيقرر يكافئ ريتا والجنديات علشان يرفع من روحهم المعنوية، والحقيقة إنه رفع روحهم المعنوية بزيادة لدرجة إن أغلبهم بدأ يقع في حبه. علشان كده كل واحدة فيهم كانت مهتمة بنفسها ولا كأنها في مسابقة تمثيل مش في معسكر في الجيش. وطبعا الوضع ده كان غايظ ليزا اللي عايشة في أحلام اليقظة ونفسها ومنى عينها إن هي بس اللي تلفت انتباه عم فاسكوف. وفي يوم بنشوف ريتا كالمعتاد سايبة المعسكر ورايحة تزور ابنها الصغير، وساعتها بتعرف إن في حاجة حصلت لساعي البريد وإنه غالبا اتثبت من جنود ألمان. وده لما بتشوف العجلة بتاعته مرمية على الأرض، وهنا بتلاحظ فعلا جثة الراجل مدفونة وسط الغابة، فعلى طول بتدفن نفسها هي كمان مؤقتا لحد ما الجنود الألمان اللي طلعوا موجودين يبعدوا شوية. وأول ما ده بيحصل بتاخد بعضها وبتطلع على فاسكوف علشان تبلغوا إن في شوية جنود ألمان قلبهم جايبهم وقاعدين لهم في الغابة. طبعا فاسكوف بيتواصل على طول مع القيادة الرئيسية، لكنهم بيبلغوه إنه يتصرف هو بمعرفته، فبيقعد الراجل يخطط ويتكتك ولا بيب جوارديولا في زمانه. وبيعرف إن شوية الجنود الألمان دول قاعدين في الغابة ومستنيين اللحظة المناسبة علشان يهجموا على قافلة روسية.
والمفروض إنها تنقل للجيش أسلحة ومعدات مهمة. علشان كده هدف فاسكوف دلوقتي إنه يتغدى بالجنود الألمان قبل ما يتعشوا هما بالقافلة الروسية. وفي اللحظة دي بيبلغ ريتا تجمع شوية جنود حلوين كده على أمل إنهم يخلصوا المهمة دي سريع سريع. وهنا بتختار ريتا معاها زينيا وجاليا وكمان ليزا اللي لما بتنشن لازم تصيب، وزيادة عليهم سونيا علشان بتعرف تتكلم ألماني كويس وهتعرف تستوعب الجنود الألمان لو ربك كرم وقدروا يوقعوهم فعلا. وبتبدأ الكتيبة تستعد للهجوم، وفاسكوف قبلها بيطمن إن كل حاجة ماشية تمام وبيطلب منهم يلفوا رجليهم كويس لأنهم هيمشوا مسافة طويلة جدا. في اللحظة دي بتسترجع سونيا ذكرياتها زمان وبتفتكر إزاي كانت بنت عادية سافرت موسكو علشان تدرس وشكرا، لكن حظها وقعها في حب طالب وللأسف ملحقتش تتهنى بيه لأن الجيش طلبه أوام أوام وهو كمان فيص أوام أوام واتقتل في أول كام يوم من الحرب. وده مخلي سونيا حزينة شوية، ومال هتعمل إيه لو عرفت إن أهلها كمان اتقتلوا من فترة. ما علينا، بتبدأ كتيبة الحريم تتحرك بقيادة الذكر الوحيد في الموضوع وسطيهم فاسكوف، وبيدخلوا في الغابة وهم عينيهم وسط راسهم وعمالين يبصوا في كل مكان على أي دليل ممكن يعرفهم سلوك الجنود الألمان أو خط سيرهم أو حتى مدة بقائهم في المكان ده. وبيفهم فاسكوف إن المسافة بينه وبين الجنود الألمان لسه طويلة، فبيقرر ياخد طريق مختصر هو والجنديات، والطريق ده بيكون وسط بحيرة كده شبه ترعة المحمودية. وبعد ما بيعدي بيسمح لهم بشوية راحة قبل ما يديهم شوية تعليمات كده على السريع، وأهمها إنهم يمسكوا نفسهم شوية ويبطلوا رغي ولت وعجل لأن المنطقة هادية جدا وممكن الألمان هم اللي يسمعوهم ويخلصوا عليهم. وسط ساعات الانتظار بيلاحظ فاسكوف إن جاليا عيانة، فبيأمرها تشرب شوية خمرة علشان تدفيها، وبعدين بيغطيها وناقص يحكي لها حدوتة قبل النوم. وبعد طقم الحنية ده بتروح البنت في ذكرياتها وبتفتكر ازاي اتحرمت من والدتها وهي صغيرة وازاي اتربت في ملجأ أيتام ما فيهوش أي حنان. وفي اللحظة دي بيسمع فاسكوف أصوات الطيور في الغابة، فبيتوقع إن الألمان بيقربوا من المكان، وفعلا لما بيراقب الوضع من بعيد بيلمحهم علشان يمرجعهم. وهنا بيكتشف إنهم مش مجرد 3-4 جنود، دول حوالي 16 جندي ألماني مدرب. وده معناه إن فاسكوف وفرقة البنات اللي معاه احتمال هما اللي يتمرجحوا مش العكس. علشان كده بيغير الخطة وبيأجل الهجوم، وبيقرر يبعت ليزا للمعسكر عشان تبلغ القيادة بالمستجدات وتعرفهم إنهم محتاجين دعم سريع قبل ما الألمان يوصلوا لقافلة الروس. وبتاخد ليزا التعليمات دي من حبيب القلب فاسكوف وطيران على المعسكر. وكمان بيحذر فاسكوف الجنديات من الصدام مع الألمان لأنهم قدهم في العدد يجي 4 مرات، علشان كده بيفكر في خطة علشان يعطلهم من غير مواجهة. وهنا البنات بيشغلوا مخهم وبيقرروا يعملوا فيها ستات عاديين من سكان القرية، وفعلا بيبدأوا يعملوا دوشة في المكان علشان يلفتوا نظر الألمان. وكمان جاليا بنت الغالية بتقلع هدومها وبتنط في المية، ومفيش أكتر من كده بقى لفت انتباه. وفي اللحظة دي الألمان بيقرروا ما يهاجموش جاليا وصاحبتها لأن الموضوع هيبقى فيه مخاطرة، وده لأنهم بكده ممكن يكشفوا مكانهم وخطتهم كمان للجنود الروس. علشان كده بيقرر الألمان في الآخر يغوطوا أكتر في الغابة، وده معناه إنهم أجلوا هجومهم كام ساعة، وده اللي عاوزه فاسكوف من البداية. وفي الوقت اللي ليزا بتعافر علشان توصل للكتيبة بتحتفل بقية الجنديات بتحقيق هدفهم على الأقل الليلة دي. وتاني يوم بيراقبوا الوضع بقيادة فاسكوف وبيعرفوا المكان اللي الألمان استقروا فيه وبيقفوا علشان يستعدوا لاحتمالية المواجهة. وللأسف في اللحظة دي بترجع سونيا كام متر علشان تجيب سلاحها اللي نسيته، والنتيجة إنها بتقع فجأة في إيد الألمان اللي مش بيسلموا عليها طبعا وبيخلصوا عليها وقتي. وطبعا لما فاسكوف بيكتشف الموضوع ده بيحزن، لكن بيخبي خبر الموت عن بقية البنات وبيقرر ينتقم في أسرع وقت. وبيعمل مع الجنديات خطة بيقدروا يشغلوا بيها 2 من الألمان من حتة وبيهجموا عليهم من حتة تانية غير متوقعة، وفعلا بيقتلوا واحد منهم، لكن التاني بيعافر شوية مع فاسكوف لدرجة إنه كان على وشك إنه يقتله، لولا زينيا الله يبارك لها في صحتها وعافيتها بتتدخل في الوقت المناسب وبتخلص عليه وبتنقذ رئيسها اللي كان بينه وبين الموت شعرة. بعدها بتشوف الجنديات جثة زميلتهم سونيا، فطبعا بيعيطوا عليها شوية قبل ما فاسكوف بيبدأ يطلب منهم ينشفوا شوية علشان لازم يكملوا اللي بدأوه ويجيبوا حق سونيا. وفعلا بتستعد الجنديات للهجوم، وأول ما بيضربوا على الألمان بيصيبوا منهم شوية، وده بيخليهم بيخافوا وبيجروا زي العيال الصغيرة، بمعنى إن الألمان بينسحبوا من المنطقة اللي هم فيها ويمكن يلغوا عملية الهجوم على القافلة الروسية. لكن رغم كده بيقرر فاسكوف وجنوده يكملوا المسيرة وبيفضلوا ورا الألمان لحد ما بيطينوا عيشتهم خالص. وهم في الطريق بيشوفوا جثة جندي ألماني راح وسط ضرب النار اللي حصل من شوية،
بعدها بيقرر فاسكوف وجاليا ينفصلوا عن بقية الجروب علشان يقدروا يراقبوا الألمان من كذا منطقة. المشكلة إنهم بيغلطوا وبيدخلوا في منطقة ألمانية، فجاليا قلبها بيضعف وبتجري بعيد عن فاسكوف وهي فاكرة إنها كده بتهرب من الألمان، لكن في الواقع هي كده اترمت في حضنهم أكتر، والنتيجة إنهم برضو قتلوها من غير ما يسموا عليها. فاسكوف لما بيشوف اللي حصل مش بيمسك أعصابه، وعرق الرجولة بينقح عليه وبيخليه يفرغ رصاصه في الجندي اللي قتل جاليا بنت الغالية، وبعدها بيطلع يجري من بقية الألمان. ما هو الجري في الحالة دي بيعتبر نص الجدعنة. المشكلة إنه بيتصاب في دراعه، فبيقرر يريح في أقرب منطقة وبيستقر فيها كذا ساعة، ولما بيفوق بيكتشف إن حاجة ليزا قريبة منه وسط البحيرة، وبيفهم وقتها إن البنت غرقت وماتت، وده معناه إنها ما بلغتش الإدارة بأي حاجة، وإن مفيش أي دعم هيوصل لهم ولا حتى السنة الجاية. في اللحظة دي بيقول فاسكوف يا روح ما بعدك روح، وبيقرر يهاجم أول جندي ألماني في سكته، واللي يحصل يحصل، وفعلا بيقدر يخلص عليه وهو واقف يشرب مية في الشلال. بعدها بيلاقي ريتا وزينيا، فبياخدوا بعضهم بحضن جماعي وهم عارفين إنهم الوحيدين المتبقيين من المجموعة، وبيستعدوا للمرحلة اللي جاية من الهجوم، وبياخدوا أماكن مناسبة وبيحضروا أسلحتهم. وفي اللحظة المنتظرة بيهجموا على شوية من الألمان، وبيقدروا فعلا يخلصوا على أغلبهم. ولما بيلاحظ فاسكوف إن واحد من الجنود بيصيع وعايز يلف من ورا البنات علشان يخلص عليهم، بينش هو الأول وبيقتله في ساعتها. وحتى لما بيكون فاسكوف على وشك الموت على إيد جندي تاني، الحظ بيخدمه وبيقدر هو يقتله الأول وينقذ نفسه من الموت بأعجوبة. كل ده والبنتين التانيين بسم الله ما شاء الله عاملين اللي عليهم وزيادة، لكن للأسف الحلو ما بيكملش وبتتصاب ريتا في دراعها. وفي اللحظة اللي بتقف تاخد فيها نفسها بتتفاجئ بجندي ألماني بيحدف ناحيتها قنبلة، والنتيجة إنها بتتعرض لإصابة قوية جدا، وبيحاول فاسكوف ينقذها في أسرع وقت قبل ما تروح منه. وبتحاول الناحية التانية زينيا تشغل الجنود علشان زمايلها ينقذوا نفسهم، والحقيقة إنها مش بس بتشغلهم، دي بتقضي على كتير منهم كمان. لكن طبعا بما إن الكثرة بتغلب الشجاعة، بتتصاب زينيا إصابة خطيرة وبتحس إنها مش هتقدر تكمل أكتر من كده، خصوصا إن الإصابة مؤلمة جدا. فبتقف قصاد الألمان بسلاحها وهي بتبتسم وكأنها قررت تواجه الموت وهي مش خايفة منه، وبكده بيخلصوا عليها وبيريحوها من عذابها وألمها. أما ريتا فكانت حاسة إنها خلاص بتودع، فبتوصي فاسكوف على ابنها الصغير، وهنا بيقرر يكمل هو طريقه بعد طلبها، وبيسيب لها سلاح على الأقل تدافع بيه عن نفسها قبل الموت. لكن يدوب أول ما بيبعد كام خطوة عن ريتا بيسمع صوت طلقة رصاص، وبيعرف إن ريتا ما استحملتش الألم وقررت تموت نفسها، فبيرجع ياخد السلاح أو ينفع في الدشملة اللي جاية، وفعلا بيواجه بقية الألمان لوحده، وبيقدر يضرب الأولاني بسكينة ويخلص على التاني بسلاحه قبل ما يسيطر على 3 من الجنود الألمان التقال قوي. ورغم إن غريزة الانتقام كانت مسيطرة عليه قوي في اللحظة دي، إلا إنه بيتماسك وبيقرر ياخدهم أسرى علشان يستفيد بيهم، وبيمشي بيهم وهو بيتحامل على نفسه من الإصابة. أول ما بيلاحظ إن رئيسه وبقية جنود الدعم بيجروا عليه، بيسيب نفسه وبيفقد الوعي من كتر التعب. وبيعدي شوية وقت وبنعرف إن فاسكوف خد ابن ريتا علشان يربيه في بيته، وإنه كمان خد وسام شجاعة من الجيش، لكنه بيحس إن الميدالية دي مش هتعوض أرواح اللي راحوا. بعدها بيرجع المعسكر وبيستقبل الجنود الجدد، ولما بيبص في وشوشهم بيحس إنه شايف فيهم الجنديات اللي ماتوا، سونيا وجاليا وليزا وزينيا وكمان ريتا. وبيخلص الفيلم على كده.